يا جماعة، تخيلوا لو نقدر نسافر بسرعة الضوء، يعني تقدر تروح للمريخ في 3 دقايق وتوصل لأقرب نجم في 4 سنين بس السؤال هنا، هل ده ممكن؟ في الفيديو ده هنتكلم عن قوانين الفيزياء، التحديات اللي بتواجهنا، وإيه اللي ممكن يحصل لو اتحركنا بسرعة الضوء. مستعدين؟ يلا بينا. سرعة الضوء قد إيه؟ الضوء بيتحرك بسرعة 300 ألف كيلومتر في الثانية تقريبا. يعني لو كان عندك عربية بتمشي بسرعة الضوء هتلف حوالين الأرض 7 مرات في ثانية واحدة. طب ليه مش بنقدر نتحرك بالسرعة دي؟ طبقا لنظرية النسبية بتاعت أينشتاين، كل ما الجسم يسرع كل ما كتلته تزيد، وعلشان توصلوا لسرعة الضوء هتحتاج طاقة لا نهائية. يعني مستحيل عمليا بأي تقنية نعرفها دلوقتي. إيه اللي ممكن يحصل لو اتحركنا بسرعة الضوء؟ الحاجات الغريبة اللي هتحصل لو قدرنا نتحرك بسرعة الضوء: الزمن هيبطأ بالنسبة للي بيتحرك. يعني لو طلعت في رحلة ورجعت ممكن تلاقي الناس على الأرض كبروا وانت لسه شباب. المسافة هتصغر، يعني المجرة اللي كانت على بعد آلاف السنين الضوئية هتحس إنها بقت قريبة منك جدا. رغم إننا مش قادرين نسافر بسرعة الضوء دلوقتي، العلماء بيدرسوا طرق تانية زي الدفع الأيوني والسفر عبر الثقوب الدودية. تفتكروا هنقدر يوم من الأيام نوصل لسرعات قريبة من سرعة الضوء؟ اكتبوا رأيكم في الكومنتات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك علشان نكمل معاكم رحلاتنا في عالم الفضاء.